بلاده حارس من غدر الصهيونية. اسكندرية 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 يا محلاها. يا ناس ياهو لما اسكندر حكم على الدنيا ودبر شاف المداين واتخير. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. لقائنا اليوم الملاعب اليوم كورة بلدنا. كورة بلدنا العنوان اللي اطلقناه الاسبوع الماضي على حلقة يوم الخميس من هذا البرنامج. الرسالة اللي بعتناها لحضراتكم في بداية هذه الحلقة كانت رسالة ترحيب بكل المجموعات، كل الاماكن، هنغطي كل مكان في مصر فيه كورة وكورة بلدنا. برحب في البداية بالزميل العزيز كابتن عبد الناصر زيدان، اهلا بيك. اهلا بك ايمن، وخليني ارحب بيك واشكرك واشكر كل اسره البرنامج، واقول يمكن احنا حبينا نقول ان من خلال دوري الممتاز به يمكن حتى الاختيار لفريق الاعداد وزميلنا المخرج جمال ابو المكارم، الدخله دي عباره عن كليب في سياحه واقتصاد، لان كره القدم وكره القدم هي التي تحدث الحراك لكل هذه الامور. طبعا اكيد بنرحب في البدايه بضيفنا الدائم وناقدنا الرياضي ومحللنا الفني الاستاذ محمد باهي، اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ ايمن، واهلا بالساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا الكرام، الاسبوع الماضي اتكلمنا عن تقارير كتير قوي، قلنا حوالي 42 مباراه تقريبا كانوا بيقاموا، يمكن ده هنشوفه تباعا في هذه الحلقه، لكن في حلقتنا النهارده هنشوف مشاهده كتير قوي لاشياء كتير قوي. نشوف ما تشاهدونه اليوم في كره بلدنا. تجتاح ملاعب المظاليم ومباريات بأمن وأخرى بدون. لعبة الكراسي الموسيقية تغزو ترتيب المجموعات الستة. صراع مبكر في الجنوب بين سوهاج والألومنيوم وناصر ملاوي يغرد في الشمال. الدميطة 10/10 ويوم حزن للسويسة. حرارة الاتصالات ملتهبة في القاهرة والتأجيلات مستمرة في الإسكندرية. مباراة مؤسفة في المياه ولقاء بارد في الكهرباء. المراقب يفسد أجواء لقاء دمنهور وسكة حديد طنطا. الحكم يسقط في الحمام، والتفاصيل مع محمد باهي. ده مشاهدينا الكرام اللي هتتابعوه معانا النهارده في حلقتنا من كورة بلدنا. هتشوفوا كل التفاصيل، كل الكلام اللي قلناه والاخبار وتقارير كتير قوي من كل الملاعب هتتابعوها معانا. ولكن في الاسبوع الماضي يمكن اتكلمت انا وزميل عبد الناصر عن تقارير كتير قوي الحقيقه وصلت ولم تذاع. يعني والمجهود بتاع الناس الحقيقه يعني. طبعا مجهود بذل من كل الزملاء في كل مكان على مستوى وجهنا لهم التحيه، بس كان وقتنا ضيق طبعا. اكيد طبعا. يمكن قلنا او قررنا اسره العمل النهارده ان احنا نرجع الحق
حق لاصحابه ونذيع هذه التقارير، لان فعلا الوقت ما اسعفناش وقتها، كنا بنشتغل بنمنتج على الهواء تقريبا في اول حلقه، وزي ما قلنا لحضراتكم الزميل عبد الناصر قال ان التجربه الاولى دائما بيبقى فيها نوع من الاخطاء، احنا بنحاول بقدر الامكان ولسه كمان قدامنا كتير. فهنشوف مع بعض تقرير عن مباريات الاسبوع الاول وتقارير بعض الزملاء التي لم تذاع في الاسبوع الماضي. إرجاء اللقاء اللي كان متوقع اليوم ما بين النادي الأولمبي ونادي الحمام بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية، هل أربك حسابات مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق؟ هو بالقطع طبعا العملية النفسية بالنسبة للاعبين أكيد اللاعب كان بيبقى مستعد نفسيا انه مهيأ والجهاز الفني مهيئين الفريق لمباراة اليوم. طبعا حصل تعديل في برامج التدريب، المفروض كان في تدريب من المباراة النهارده في الأحمال، الجهاز الفني طبعا قام بالتأجيل وعمل النهارده أجازة، فده معناها ان في إرباك من الناحية العملية في حسابات الجهاز الفني، وبالقطع برضو أكيد في إحباط للاعبين لأن بنستعد احنا بقالنا 5 شهور، أكيد عمل إحباط للاعبين. لكن الموافقات الأمنية يعني هي برضو الظروف اتحاد الكورة المفروض ما بيعملش الجداول ولا أي حاجة لما بيحصل ويختارنا ببداية النشاط إلا لما ياخد موافقة الأمن طبقا لشروط المسابقة نفسها من الاتحاد وهو لوضع الشروط. كل سنة وكل مشاهدي برنامج كرة بلدنا طيبين، وتحياتي للزميل العزيز عبد الناصر زيدان. وطبعا عبد الناصر معروف بيننا كإعلاميين انه هو راجل جريء، بيقدر يوصل المعلومة صح، وبيقدر يوصل مشاعر الجماهير واحاسيسهم صح. واعتقد كلنا محتاجين الفترة دي ان يوصل للمسؤولين في وزارة الداخلية ان الرياضة عايزة ترجع، الناس عايزة تتابع الرياضة، الناس محبة جدا للرياضة، بيوت مفتوحة من الرياضة. هل ترحيل مباراة الأولمبي مع الحمام لأجل غير مسمى هيأثر على اعدادات الفريق حضرتك؟ هو هقول لحضرتك اولا احنا كنا جاهزين تماما، يمكن حتى مدير الفني للحمام هو الزميل وليد عطيه كنا بنتكلم مع بعض، وبرضه هو عايش نفس الاحساس واحنا عايشين نفس الاحساس. ما فيش شك انها مؤثره طبعا، لان احنا بقالنا حوالي 3 شهور بنعد في فرقه. الحمد لله النادي الاولمبي مجهز فرقه كويسه جدا، ان شاء الله يكون حلمها الوحيد الصعود والعوده للدوري الممتاز مره ثانيه. First of all, congratulations to team Malawi. الاول هو بيهني تيم ملاوي على ال3 بونت. They beat us and the correct result was هم هزمونا وخدوا 3 نقط مننا. The problem was today that we won almost every friendly matches against the second division teams, and we believe that we are very good teams and we are very good players. It never can happen before. شايف ان المشكله النهارده كانت بسبب ان احنا كل الماتشات الوديه اللي عملناها قدام فرق ممتاز وممتاز بقى كسبناها، فكان عندنا ثقه زايده عن اللزوم من الماتش بتاعنا. And we forget that what to do to beat any team. Not every team, any fight, run all through the 90 minutes, keep the tactical advices, okay, and good individual performances. I never seen anything about this trip. ونسينا الحاجات المهمه ان احنا لازم نعملها عشان نغلب اي فرقه، اللي هي ان احنا نجري وننفذ التكتيك بتاع المدرب ونحارب على كل كوره ونروح الفريق بتاعنا. الحمد لله مكسب كويس واداء كويس يعني، وطبعا بتبقى اول المباريات اللي في الدوري ديت بيبقى فيها شد وكده، فالحمد لله يعني اللعيبه وادت المطلوب منها، والحمد لله احنا ما بنطمعش باكتر من كده الحمد لله. شفنا تشكيله غزل كفر الدوران النهارده في اكتر من لاعب من صغار السن. الحمد لله يعني في حوالي 5 لعيبه فعلا صغيرين، وانا ما بخافش يعني، الحمد لله قلبي جامد في الحاجات ديت، وطالما اللعيب قادر ان هو يأدي فما فيش مشكله عندي خالص، والحمد لله يمكن اللعيب الصغير هاتريك 3 اجوان محمود يعني، فالحمد لله. محمود حشيش اصغر لاعب الدوري القسم الثاني والنهارده 3 أهداف. ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله. مبروك النهارده على الاداء، وشفناك يعني متالق في المباراه اكثر الاوقات. ربنا يخليك يا كابتن، ده كله ده مجهود اللعيبه والجهاز الفني، وده تعب 3 شهور، كلنا منظومه واحده والحمد لله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انت عارف يا كابتن احمد ان احنا بنعاني جامد 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 جدا
من قلة الإمكانيات وإن إحنا بادئين متأخر وعندنا إصابات كتير وعندناش ملعب نتمرن عليه. إحنا عاملين تراي ماتش على البساط بتاع كاراتيه، يعني حاجات مش موجودة في الكورة خالص يعني. بس الناس مجلس إدارة يشكر إن هو على قد المستطاع وعلى قد الموجود قدامه واللي في إيديه بيحاول يساند الفرقة على قد ما يقدر. بس طبعا بالإمكانيات القليلة جدا في الدرجة ديت مش هتجيب نتيجة يعني. الحمد لله عملنا اللي علينا بس على قد امكانياتنا بصراحه. خلينا نتكلم بالواقع، احنا تعبنا الفتره اللي فاتت بس امكانيات ضعيفه جدا بصراحه. احنا بنيجي نتمرن التمرين هنا زي الغريب بالظبط، ولا عندنا ملعب. انا بناشد الصراحه هيئه السكه الحديد، بناشد ان هي تبص على الفريق ده. بصراحه خساره يعني، في لاعيبه كويسه جدا بس ما فيش امكانيات، ما فيش يعني، احنا بناخد ملاليم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. بشكر الزملاء محمد زغلول واحمد عبد الفتاح وعلاء حماد من المجموعه السادسه، والزميل سامح الفيوم من المجموعه الثانيه، ووجد علوه من الرابعه، وحسن صبري من المجموعه الخامسه. رصدوا لنا هذه اللقاءات اللي اذعناها على حضراتكم، ما قدرناش نذاعها الحلقه الماضيه. طبعا نبدا. على فكره انا كنت سعيد جدا ان احنا نجمع اهم حاجه. على فكره مستر جورجي ده في حاجه ظريفه جدا، دار حوار انفراداتك بقى. لا دار حوار بيني، لا انفرادات محمد باهي مش دار حوار بيني ما بين سامح الفيومي المشرف على المجموعه الثانيه. بيقول لي ان الراجل عقب الهزيمه من ملاوي قال لمحمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي قال له على فكره منذ ان عملت بالتدريب، مستر جورجي روماني قال له منذ ان عملت بالتدريب لم افز في اي مباراه في بدايه المشوار. المهم النهايه ايه؟ المهم النهايه. النهارده فاز 4-0. تمام جميل. بس دي كان مهم يعني اقولها لك. اكيد طبعا انفراد جميل من الاستاذ محمد باهي ومن الزميل عبد الناصر سامح الفيومي. مشاهدينا الكرام هنبدا بقى مع حضراتكم مباريات المجموعه الاولى او الاسبوع الثاني من مباريات المجموعه الاولى. قول لنا نتائج الزميل عبد الناصر ونبدا بعدها التحليل. النهارده يمكن كان في بعض الناس استردت عافيتها يا ايمن بشكل قوي، ويمكن محمد باهي رصد لنا بعض الحاجات المهمه جدا. ولكن خلينا اقول لك المدينه المنوره تفوز على قنا 1-0. طبعا شبان قنا بالتحديد، واحداث مؤسفه في هذه المباراه معنا لقطات ليها سنستعرضها في التقرير مع الزميل محمد باهي. كيما اسوان يتعادل مع اسوان، واسوان يفقد كمان نقطتين في تعادل هو الثاني. ده ديربي اسوان طبعا، ده معروف ايا كان مستوى اسوان مع كيما بيبقى الموضوع حاجه ثانيه. سكر نجا حمادي يفوز على ارضه 1-0 على المراغه، ويبدو ان اليوم النهارده ليس يوم المراغيين، سواء المراغه ولا شبان المراغه. مكه المكرمه يلاقي هزيمه يعني مع الرأفة 2-0 من سوهاج، وسوهاج يصل للنقطة السادسة على التوالي من فوزين متتاليين مع هشام عبد المنعم. وشبان المراغة يخسر على أرضه ووسط جمهوره من رامبو الكرة المصرية الكابتن نبيل محمود الألمنيوم 0-1. شبان مسلمين هنا يتعادل 1-1 مع النصر للتعدين، وغرب سهيل يفوز 1-0 على الأقصر. والمدينة المنورة ونادي هنا دي كانت الأحداث المؤسفة التي شهدتها هذه المجموعة. طيب أعتقد النتائج منطقية لحد كبير، يعني يمكن المفاجأة اللي الناس بتعتبرها مفاجأة هو فوز غرب سهيل على الأقصر، يعني لكن النتائج يعني شكلها منطقي بالظبط. ولكن يعني شايف ان المدينة المنورة وهنا كان ديربي. بحيي الكابتن دربالة على ان هو بيعمل فرقة من لا شيء، ولكن ما كنتش اتمنى ان انا اشوف المشاهد اللي شفتها. ويمكن محمد بس احنا اتعودنا على الحاجات دي عندنا. لا بس حاجه تضايق، اتعودنا عليها للاسف. كل مباريات الفرق بالزبط. اللي بتلعب من بلد واحده بيبقى فيه مناوشات. طيب استاذ محمد باهي، اثناء استعرضنا كده لسوهاج ومكه المكرمه وفوز سوهاج 2-0، يعني تحليلك لهذه المجموعه. ودي اول لقطات لينا يا استاذ باهي على فكره. اتفضل. وطبعا بعد ما استعرضت النتائج عايز اقول ان 81 هدف هذا الاسبوع بفارق 8 اهداف عن الاسبوع الماضي كان 89 هدف. 37 مباراه اقيمت النهارده، 27 فوز 10 تعادلات. وعايز اقول برضه ان من 7 المباريات النهارده التعامل في المجموعه الاولى 6 فوز و1 تعادل. عايز مباراه سكر نجا حمادي شهدت برضه المجموعه الاولى 2 تعادل ولا 1؟ 2
كيما اسوان وشبان المسلمين هنا اتنين تعادل، 5 فوز 2 تعادل. 1-1. هو بس عايز اقول ان مباراه سكر نجا حمادي في واقعه طريفه جدا، ان سكر نجا حمادي لعب ب 13 لاعب فقط، منهم حارس مرمى لاعبه فرود اسمه احمد محمد عبد الغني النهارده. ده اللعيبه ما وصلوش يعني، ولا اصلا كان حارس مرمى يعني. ودي طبعا من النادر في الملاعب انك انت كمدير فني كابتن علاء طبعا استعان بيه لسد النقص يعني. ودي طبعا كلنا فاكرين ان كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان بيلعب في التقسيمه، وهو اصلا كان مهاجم، كان بيلعب في سكر حمديه واتنقل للنادي الاهلي تحت 21 سنه حارس مرمى. يمكن برضو دي معلومه طريفه يعني. هدول برضو ان طب ليه اسبابها ايه يعني؟ هل مثلا لعيبه ما وصلوش؟ نقص في اللعيبه، ما عندوش لعيبه، ما عندوش لعيبه اصلا متأيدين في القائمه، ولا الناس ما راحتش؟ ما عندوش لعيبه جاهزه، ما عندوش لعيبه جاهزه، اصابات ولعيبه تحت السن وحاجات زي كده. مباراه شبان قنا والتعدين جميع لقاءاتهم في تاريخهم بتنتهي بالتعادل. يعني كل مبارياتهم 1-1 2-2 والنهارده بتنتهي 1-1. فاذا كل مبارياتهم بتنتهي بالتعادل وبالتالي يبقى من اول ما لعبوا يا استاذ محمد مع بعض في تاريخ لقاءاتهم. طبعا احنا شبان هنا بقى التعدين كان وافد جديد من الموسم اللي فات فقط، يمكن شبان هنا اقدم منه، ومن ساعه ما بداوا يلعبوا بعض وهم بتنتهي بالتعادل الايجابي وليس التعادل السلبي. لقاءات الفريقين تعادل ايجابي على طول. يعني يمكن الفرقتين النهارده غرب سهيل ونجا حمادي الوافدين الجدد من سنه اولى ب النهارده بيحققوا الفوز، وبنقول لهم الف مبروك لانهم سنه اولى ب في اول فوز مع المجموعه. يعني ترتيبك ايه دلوقتي يا استاذ باهي؟ النهارده سوهاج والالومنيوم بيواصلوا الصداره ب6 نقاط، ثم نصر التعدين المدينه المنوره 4 نقاط، ثم المراغه غرب سهيل قنا نجا حمادي 3 نقاط. وفي المركز التاسع كيما واسوان في المركز العاشر بنقطتين، ثم الاقصر وشبان قنا 11 و12، واخيرا مكه المكرمه وشبان المراغه بلا نقاط. هو يبدو ان هنرجع لك تاني للمجموعه دي انا وايمن يا استاذ باهي، ولكن عندنا تقارير. لا قبل تقرير معانا الكابتن علاء الصغير المدير الفني لسكر نجا حمادي هيكلمنا عن احداث هذا اللقاء وقصه مشاركه اللاعبين. كابتن علاء اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك كابتن علاء. كابتن علاء ايه حكايه مشاركه 13 لاعب في المباراه النهارده؟ انا الاول حضرتك بصحح معلومه الاستاذ محمد باهي، انا مش نقص في اللعيبه ولا مش بتاع، لكن هو انا نقص في مش ايه؟ اصلا انا مش نقص في اللعيبه اصلا قائمه اولى. قائمه اولى عندك 13 13 لاعب ما فيش غيرهم يعني. يعني كلام يعني ده المتاح بالنسبه لك. كلام الاستاذ باهي مظبوط، وهتكمل في يناير يعني. ان شاء الله هكمل في يناير. وصلت طيب هو مش من حقه لو في قطاع ناشئين ممكن يشرك بعض العناصر؟ زي ما قال الاستاذ باهي برضه مغامره ان فريق لنقص الامكانيات ما معهوش طبعا لعيب زي ما قال الاستاذ باهي. اتفضل يا كابتن. طيب كابتن علاء يعني كان من الممكن لو عندك قطاع ناشئين تشرك بعض الناشئين ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش قطاع ناشئين، ولكن عندي فريق 97 بس. ما ينفعش طبعا صغيرين. بس انتوا عاملين شاركت لاعب من 97 مواليد 99 كمان لاعب في الشوط الثاني. ده يعني خالد حسني. طفل صغير يعني. اسمه ايه اللاعب ده يا كابتن؟ خالد حسني. يعني يا كابتن اعتقد انكم انتوا فوزكم النهارده على المراغه كان مهم جدا، بنبارك لك عليه الاول. الله يبارك فيك يا كابتن عبد الناصر. ده كان فوز مهم جدا ومؤثر جدا بالنسبه لنا، خاصه ده اول ماتش على ملعبنا وربنا يسهل ان شاء الله. اخبار المكافآت ايه ولا مفيش؟ ان شاء الله قريب. لا ان شاء الله قريب. قريب. شكرا ليك. الاستاذ بقى بيقول ان في مكافآت كويسه في شركه السكر. شكرا ليك. ان شاء الله دعواتكم معانا. ان شاء الله. شكرا كابتن علاء الصغير مدير فني لسكر نجا حمادي. احنا حضرتك صورنا لك الماتش برضه. طبعا انا خليني اشكرك. احمد جبران طبعا المنسق الاعلامي عندكم، وانا بشكرك على الهواء على اهداكم لهذه اللقطات لكره بلدنا، وانا اتواصل على طول ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. قبل ما نشوف تقرير الزميل عصام محمود، مباراه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لهذه المجموعه هتلتقي المراغه مع المدينه المنوره. طبعا مباراه على ملاعب الفرق لا تذكر اولا. المراغه هيلتقي المدينه المنوره، وقنا هيلتقي اسوان، سوهاج مع سكر نجا حمادي، الالومنيوم مع مكه المكرمه، النصر للتعدين شبان مسلمين المراغه، الاقصر مع شبان مسلمين قنا، وغرب سهيل مع كيما اسوان. دي مباريات الاسبوع الثالث للمجموعه الاولى الاسبوع الجاي ان شاء الله. عايزين نرجع للاستاذ باهي